مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون فطائر محشية في المقلاة. وصفة بزاف سهلة وبزاف بنينة، عجينة طرية خفيفة وحشو بزاف بنين. بيان سور تقدروا تغيروا في الحشو. شوفوا معايا كيفاش نحضروهم. اول حاجه بديت معكم بالحشو باسكو لازم يكون بارد والعجينه ما تحتاجش بزاف وقت. انا اخترت ندير كميه تاع فيونداشي، درت معاها حبه بصل كبيره مقطعه اون بوتي دي، لي زيبيس عندي ملح فلفل كحل وقرصه تاع القرفه، معدنوس مقطع رقيق والفرماج. في مقله ندير شويه تاع الزيت ونحط عليه البصل ونبدا نقلي فيه. البصل ديالي لازم يكون طايب بيان باسكو كي نحط عليه لا فيونداشي ما راحش تاخد لي وقت بزاف باش طيب. دونك البصل نقليوه بيان ونطيبوه مليح حتى يطيب معانا تماما. بعد ما طاب لي البصل ديالي نروح نحط عليه لا فيونداشي. وتحبوا تحطوا بولي اشي ولا تحبوا ديروا معاه طماطم مقطعه. من بعد كي يطيب تفرغوا عليه الطون. يعني الحشو اختياري وانتم واش تحبوا ديروا. هنايا بعد ما كنت نقلب في هذيك لا فيونداشي حتى طابت مليح، نرمي عليها لي زيبيس ملح فلفل كحل وقرصه صغيره تاع القرفه. نزيد نقلبها بيان في المقله حتى لا فيونداشي ديالي تاخد لي كامل هذاك لوغو تاع لي زيبيس. نحط عليهم المعدنوس اللي يكون مقطع رقيق، راح يزيد لكم في البنه واذا ما تحبوش تقدروا تستغناو عليه. بعد ما طاب لي الحشو ديالي نروح نفرغ عليه جبن مبشور وجبن ابيض، لازم يكونوا نوعيه مليحه واللي تذوب. في فيديو سابق كنت وريت لكم نوعيه الجبن اللي نستعمله. هنايا خيرت ندير الجبن في هذه المرحله باش كي نكون نعمر في الفطائر ديالي ندير كميه من الحشو ونغلق عليهم. اذا ما حبيتوش ديروا الجبن في هذه المرحله كي تكونوا تعمروا الفطائر ديروا الحشو ومن بعد ديروا عليهم الجبن الابيض والجبن المبشور. فرغت الحشو ديالي في تبيسي باش يبرد لي ونروح نحضر معكم العجينه. بالنسبه للعجينه نحتاج علبه ياغورت طبيعي، حبه بيض، 4 مغارف كبار تاع الزيت، مغرف صغيره خميره الحلويات، مغرف صغيره سكر ونص مغرف صغيره تاع الملح. عندي معاهم كميه من الفرينه. في ان ريسيبيون نحط علبه ياغورت طبيعي ونحط معاها حبه البيض. نخلطهم مليح بالفوي حتى يولي معايا خليط متجانس. هنا تقدروا تقسموا الكميه على 2، ديروا نص علبه تاع ياغورت طبيعي، ضربوا حبه البيض وديروا نص الكميه ديالها. ضفت عليهم الزيت الملح والسكر، نزيد نخلطهم مليح. ومن بعد نبدا نضيف في الفرينه تدريجيا. الفرينه عينكم ميزانكم، وكميه السوائل ما راهيش كبيره بزاف، سي بوغ سا نديروا الفرينه غير كميه قليله. درت كميه من الفرينه، زدت معاها خميره الحلويات ونبدا نطم في العجين ديالي. كما قلت لكم كميه السوائل ما راهيش كبيره بزاف، ديروا الفرينه غير بالعقل وطموا العجين ديالكم حتى تحصلوا على كره اللي تكون ملساء وتكون العجينه تتلاصق نوعا ما في اليد. ما تنشفوش بزاف العجين ديالكم سينو الفطائر راح يجيو تقال ومعجنين. بعد ما نتحصل على هاد العجينه نغطيها ونخليها ترتاح لمده 4 ساعات. بعد مرور 15 دقيقه العجينه ديالي ارتاحت وتضاعف نوعا ما الحجم ديالها. نروح نحطها على لو بلان دو طرافاي ونعاون روحي بالفرينه. هنايا ديروا الفرينه وما تخافوش لانه العجينه خليناها تتلاصق. نقسم العجين ديالي الى 8 قطع، قسمته على 2 من بعد على 4 من بعد على 8. القطع اللي تحصلت عليهم ما نفسد لهم الشكل ديالهم ونخليهم على شكل مستطيل. اذا شفت قطعه كبيره على قطعه نروح نقص من القطعه الكبيره ونضيفه للقطع الصغار. من بعد ما نشكل العجين ديالي الى 8 قطع صغيره متساويه نوعا ما في الحجم، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق. بعد ما جازوا 5 دقائق وارتاح العجين ديالي باش يعطيني الطوع كي نعود نفتح فيه، هنايا راح نجي نبدا نشكل الفطائر وراح نوري لكم غير بالعقل باش تفهموني مليح.
عاونوا روحكم مليح بالفرينه. كيما شفتوا معايا درت كميه لباس بها من الفرينه لانه العجينه راهي تتلاصق. وشوفوا ما درت الفرينه مي راهي تتلاصق في الحلال. دونك نتوما ديروا بيان الفرينه باش العجينه تساعدكم كي تعودوا تخدموا بها. هنايا نفتح العجين ديالي على شكل مستطيل، ما يكونش كبير بزاف ماشي طويل بزاف وماشي عريض بزاف. وقبل ما تحطوا الحشو ديالكم لازم ترفدوا العجين وتعاودوا تحطوه باش هكذا ما يعاودش يتلم معاكم. نحي كميه الفرينه اللي راهي من الفوق ومن بعد نجي نحط عليه الحشو. هنايا الحشو كنت درت الجبن مع لا فيوند عشي. وكما قلت لكم لو كان ما حطيتوش الجبن مع الحشو تقدروا تحطوا الحشو وتحطوا فوقه واش حبيتوا، جبن مبشور ولا جبن ابيض ولا تستغناو كامل على الجبن ولا نتوما وما عندكم. من بعد نجوز نغلق العجين ديالي هكذايا، يعني الحشو يكون في الوسط ونرفع عليه الجوانب ونقرصهم مليح بيدي حتى يتغلقوا لي بيان هكا باش ما يعاودوش يتفتحوا لي في المقله كي نعود نطيب فيهم. دونك الصور راهي معبره اكثر، تبعوا مليح كيفاش راني نغلق فيهم وديروا نفس الطريقه. من بعد نقلب الفطيره ديالي ونبقى نسقم فيها هكذايا وسيو نحيو لها شويه هذاك ليكسيدون تاع الفرينه اللي يعود من الفوق. نخليها جانبا حتى نشكل كامل الفطائر ديالي. هنايا زدت معكم حبه تانية باش تزيدوا تشوفوا مليح. حليت العجينه تكون رقيقه مليح، ما تخليوش العجينه ديالكم خشينه. نحط الحشو ومن بعد نبدا نرفع في الجوانب ونقرصهم بيان حتى نغلق كامل العجين ديالي على الحشو. نقلبها ونسقمها ونعطي لها شكل فطيره. زدت معاكم حبه واحده اخرى هكا باش تفهموني بيان، سينو بطئوا الفيديو وراح تفهموا مليح. يعني طريقه سهله ما كاش ما اسهل منها. نغلقوا برك مليح العجين على الحشو ديالنا باش كي نعودوا نطيبوا فيه ما يخرجناش. نكمل كامل الفطائر ونجوز نطيبهم. بالنسبه للطياب تاع الفطائر راح يكون سهل بزاف. في مقله ولا في طاجين خليوه يسخن مليح. انا هنايا خليت المقله ديالي سخنت لي بيان، نقصت عليها النار وحطيت الفطائر ديالي كيما هكذايا. من بعد نخليهم مده قصيره كي نشوفهم حماروا من تحت نجي نقلبهم ونخليهم يزيدوا يحمروا على الوجه الثاني. هنا في المقله الفطائر ديالكم راح يزيدوا يتنفخوا ويجيوكم فارغين من الداخل. بعد ما يطيبوا لي على الوجه الثاني نزيد نوقفهم هكذايا باش يزيدوا يحمروا لي كوتي. حمروهم بيان باش يطيبوا لكم وخليوهم على نار هاديه باش يطيبوا لكم حتى للداخل وما يجيوكمش معجنين. بعد ما حمروا لي على الكوتي الاول نزيد نقلبهم على لو كوتي الدوزيام باش يزيدوا يحمروا لي مليح. هنايا روحوا غير بالعقل لخاطرش العجينه راهي تكون سخونه بزاف وباش ما تحرقكمش. عاونوا روحكم بأنلوش كيما هكذا. وبعد ما طابوا الفطائر ديالي نروح نحيهم من المقله وهكذا يكونوا واجدين. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في صحن التقديم. هذه هي نتيجة وصفتنا لنهار اليوم. فطائر محشية في المقلاة كما راكم تشوفوا فيهم، خرجوا حمورة الله الله ومن الداخل يجيوكم فارغين والعجين هذاك يجي طايب تري بيان. وسورتو كي نديروه رقيق مليح راح يجيوكم بزاف بزاف بنان صدقوني بنه هايله. ومازال ما دقتوهاش في فطائر واحد اخرين. الفطائر هادوما بزاف ساهلين، الحشو ديالهم اختياري كما على بالكم ولا كما قلت لكم. تقدروا ديروا فيوند هاشي ولا بولي هاشي ولا طون ولا ميم تكتوكا بصل وطوماطيش وتزيدوا لها غير الفرماج راح تجيكم بزاف بنينه وبزاف سهله تاني. العجينه ديالهم ما تاخذش منكم بزاف مكونات وما تاخذش منكم بزاف الوقت باش توجدوها ولا باش تخمر ولا باش تطيب تاني. كما راكم تشوفوا الحشو جا معسل والفطائر جو هايلين لداخل فارغين والعجين ديالهم طايب وماشي خشين. دونك هذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم. رانا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخليو لي رايكم في لي كومونتير، جيم وتبارطاجيو لا فيديو، واللي ماشي ابونيو في القناه ديالي وفعلوا الجرس. تهلاو في روحكم والى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.